ورحمة الله وبركاته. معانا حلقة التخزين هنعملوها مع بعض للبرتقال البلدي. على فكرة ده هو حلو في التخزين، البرتقاناية البلدي يا جماعة. معايا المقدار بتاعي 4 كيلو، حابين 5 6 زي ما انتوا حابين، 10 كيلو عادي مش هتزعلنا. أول حاجة هنعملها هناخد البرتقاناية كده ونمسك السكينة. تمام، نبدأ نقشر كده زي ما انتوا شايفين، واحدة واحدة. اهم حاجه القشره دي بنشيلها عشان ما تمررش معايا في التخزين. ولو حابين القشره نبشرها ونستخدمها في المعجنات وكيكه واللي انتوا حابينه، حتى الاكل يتحط فيه اللي هو بشر البرتقال عادي، ما يزعلش في حاجه. طبعا انا قشرتها كده، اشيل اي زياده كده. ده معانا بعد ما قشرنا الكميه دي كلها زي ما انتوا شايفين، هنيجي هنا معانا البلانشه كده، اروح جاي مقطع حلقات كده. ولو في بذر صغير اروح جايين شايلينه. طبعا القطعه دي كده اللي معايا كويسه للتخزين، ما فيهاش بذر. البذرايه اروح جاي اعمل كده. تمام، واخد عشان البذره ما تعملش مراره في البرتقانه خالص. اروح جاي كده اخد برتقانيه تانية برضو، اروح جاي شايل البذره كده دي هنا برضو بكل سهوله. تمام، اخلص بقيه الكميه واوريها لحضرتك. انا بعد ما قطعنا بالشكل الجميل ده وشلنا البذر، هناخده كده في كيس التلاجة عشان نخزن. تمام، زي ما انتم شايفين بالشكل الجميل ده. هروح جاي مطبق الكيس كده واخد كيس تاني. لما اخلص بقيه الكميه اوريها لحضرتك. معانا بعد ما كيسناه بالشكل الجميل ده، مش قادر اقول لكم بيبقى ريحته جميله قد ايه البرتقال، وهيبقى التخزين بتاعه محتفظ بفريش زي ما هو، ما يحصلش فيه اي حاجه. حابين اللي احنا نسلق جزر ونخليه معاه مفيش مشاكل، يبقى ساعه لما يتحط في الخلاط ويتضرب يبقى الجزر اخد نص سلقه كده. الكميه شفتوا طلعوا معايا 9 اكياس، يعني وقت ما نعوزه نستخدمه هناخده في كيس ونحطوه في الخلاط. يا رب الحلقه تكون عجبتكم، وكل عام وانتم طيبين.